السلام عليكم. النهاردة معانا وصفة من ألذ وأخف الحلويات الشرقية اللي بيبقى طعمها جميل جدا. هنعمل النهاردة مع بعض كيكة الرواني، والكيكة دي مختلفة عن أي كيكة عادية لأنها معمولة بالسميد وجوز الهند والدقيق العادي، وطريقتها سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت كبير. وكمان هقولكوا على شوية تفاصيل صغيرة طلعها معانا هشة ومستوية كويس زي ما انتم شايفين كده، وهنعملها مع بعض بطريقة سهلة وخطوات واضحة، ونتيجة ان شاء الله هتكون مضمونة بنسبة 100%. وحقيقي كيكة الرواني من الحلويات اللي هتعملوها وهتلاقوها ناجحة معاكم من اول مرة. تابعوا معايا الفيديو للاخر وهتلاقوا ان النتيجة هتطلع معاكم مضمونة بنسبة 100%، وطعمها حقيقي بيبقى جميل جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. واول حاجة هنعملها وهي الشربات. معايا كوبايتين سكر، والكوبايتين سكر هيخلوها مظبوطة، لكن لو انتوا بتحبوا الحلويات سكرها هادي شوية فممكن تحطوا كوبايتين الا ربع. هنضيف عليهم كوباية ونص مية عادية، وطبعا الكوباية اللي هنعاير بيها السكر هي نفسها اللي هنعاير بيها المية. وما ننساش نضيف عليها عصرة ليمونة. وطبعا في المرحلة دي احنا ما بنقلبهاش خالص غير لما تغلي، يعني اول ما تلاقوا ان الشربات معاكم غلت فبتبدأوا انكم تقلبوها، لكن قبل ما الشربات يغلي فاحنا ما بنقلبوش نهائي. وبعد ما يغلي هنسيبه بعد الغليان ب5 دقايق. واحنا عملنا الشربات في الاول عشان يبرد شوية، عشان لما الكيكة تطلع من الفرن هنضيف الشربات البارد على الكيك السخن. شايفين القوام قد ايه خفيف معانا، وده القوام اللي احنا محتاجينه في وصفتنا النهاردة. ودلوقتي هنحضر مع بعض المكونات الجافة. اول حاجة هنحتاجها وهي كوباية دقيق، وده دقيق متعدد الاستخدامات، ونص كوباية جوز هند، وكوباية ونص دقيق سميد اللي هو دقيق السيمولينا. في طبق كبير هبدأ انخل فيه الدقيق العادي، والكوباية اللي عايرت بيها الدقيق العادي هي نفسها اللي هعاير بيها دقيق السميد وجوز الهند. هنضيف على الدقيق العادي اللي احنا لسه نخلينه هنضيف عليه دقيق السميد وجوز الهند، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض لعند ما يمتزجوا. وهنضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وده عشان يخلي الكيكة معانا هشة. وما ننساش نضيف على الدقيق رشة ملح صغيرة. في بولة كبيرة هضيف فيهم 4 بيضات حجمهم صغير، ولو البيض عندكم كبير فممكن تستخدموا 3 بيضات بس. وطبعا البيض اللي هنستخدمه لازم يكون في درجة حرارة الغرفة. هنضيف عليهم نص معلقة صغيرة فانيليا، وهنضيف كمان معلقتين خل كبار، وده عشان يشيل اي ريحة زفارة ممكن تكون موجودة، وكمان هيساعد ان الكيك يبقى معانا هش. هضرب المكونات دي مع بعض بالمضرب الكهربائي لعند ما الخليط يتجانس ويبقى لونه فاتح. هنضيف بعد كده نص كوباية سكر حبيبات، وكمان كوباية الا ربع زيت. هنضرب تاني بالمضرب الكهربائي لعند ما السكر معانا يدوب كويس والخليط يبقى لونه فاتح. وحقيقي دي من اسهل وابسط الطرق اللي ممكن تجربوها في كيكة الرواني، ونتيجتها بتطلع مضمونة بنسبة 100%. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وبعد ما ضربنا المكونات دي كويس جدا مع بعض هنضيف عليهم كوباية لربع زبادي، وانا هنا استخدمت الزبادي البلدي. ولو مش متوفر نوع الزبادي ده عندكم فممكن تستخدموا الزبادي العادي اللي هو بدون اي اطعمة. ويفضل الزبادي اللي انتوا هتستخدموه ان هو يكون في درجة حرارة الغرفة. هنضرب بالمضرب الكهربائي لعند ما كل المكونات دي تدوب مع بعض. ولو الزبادي ما كانش داب كويس فممكن تضربوه بالهاند بلندر. ودلوقتي بعد ما ضربنا المواد السائلة مع بعض كويس وكمان الزبادي داب معانا، هنزل عليهم بالمواد الجافة اللي حضرناها قبل كده. هنزل بالكمية كلها مرة واحدة، يعني مش هقسمها ولا حاجة. وبعد كده هقلبهم مع بعض. هنقلبهم بهدوء، وده عشان نحافظ على الهواء اللي دخلناه في الخليط، وهو ده اللي هيخلي الكيكة معانا هشة وطرية. وزي ما انتم شايفين كده ان المكونات بدأت تمتزج مع بعض وتعمل قوام كريمي تقيل شوية، وكده يبقى خليط كيكة الرواني جاهز معانا. ودلوقتي بعد ما خلصنا تقليب المواد الجافة مع السايلة، عندنا صينية مقاسها 32، ودي كافية جدا للكمية اللي احنا عملناها. دهناها بشوية زيت او سمنة وعليهم رشة دقيق او رشة سميد، وده عشان الكيك ما يلزقش معانا.
هنفضي الخليط كله في الصينية وهنسويه بالسباتولا عشان الوش يبقى متساوي وميبقاش فيه حتت عالية وحتت واطية. بعد كده هدخل الصينية على فرن سخن على درجة حرارة 180، والفرن لازم يكون مسخنينه قبلها ب10 دقايق، وبتاخد من 40 ل45 دقيقة وهي على النار، وده طبعا على حسب الفرن. اول عند ما وشها يحمر، وبعد كده عشان نتأكد ان هي استوت بنختبرها بخلة، ولو طلعت نضيفة يبقى كده الكيك معانا استوى وهنطلعه على طول من الفرن. ودلوقتي بعد ما الكيكة استوت وطلعناها من الفرن وهي لسه سخنة كده، هنزل عليها على طول بالشربات البارد اللي كنا مجهزينه في الاول، ولازم نسقيها بالشربات وهي لسه سخنة عشان تشرب الشربات كويس وتبقى طرية من جوه. هنوزع الشربات بقى على الوش كله بالتساوي، هنسقيها بكمية الشربات اللي احنا عملناها كلها، وخلي بالكو ان الشربات لازم يكون خفيف مش تقيل. وطبعا الكيكة الناجحة واللي مقاديرها مظبوطة بتشرب الشربات على طول، يعني بمجرد ما بضيف عليها الشربات بلاقيها شربته على طول. وزي ما انتم شايفين كده ان الكيكة عندي اتشربت الشربات ده لان المقادير كانت مظبوطة ومشينا بالخطوات صح. وبعد كده هنزينها. انا هنا زينتها بشوية جوز هند على الوش، وده هيدينا طعم حلو جدا وكمان شكلها هيبقى حلو. وطبعا التزيين ده زي ما تحبوا، كل واحد وعلى حسب رغبته. ممكن تزينوا بشوية فستق او لوز مجروش او اي نوع مكسرات انتوا حابين تزينوا بيه. بس طبعا رشة جوز الهند الناعم على الوش كله دي اكتر حاجة بتليق مع كيكة الرواني. ودلوقتي بعد ما الكيكة بردت شوية وشربت الشربات كله، بعد كده هبدأ ان انا اقطعها. ممكن تقطعوها باي شكل انتوا حابينه، بس انا هنا هقطعها على شكل مربعات متساوية، وده عشان شكلها بيبقى حلو قوي في التقديم. طبعا شايفين قد ايه الكيكة هشة ومستوية كويس، وطبعا نسبة نجاحها بتكون 100%، حتى لو دي اول مرة لسه هتجربيها فيها. شايفين قوامها من جوه عامل ازاي، طرية وهشة وخفيفة جدا. واللي بيميز كيكة الرواني ان هي فيها سميد وجوز الهند، وده اللي بيديها طعم المختلف عن اي كيكة عادية. بجد طعمها كان جميل جدا، وريحتها في الوقت ده كانت طالعة حكاية. ما تنسوش لو جربتوها تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو وصلتم لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في فيديو جاي.